كما أن بعض السلوكيات المبتدعة أيضا اللي دخلت إلى الشعائر الحسينية ودخلت إلى غيره، هاي أيضا. والعلماء أنت لما يسأل يا سيدنا يا مولانا مرجعنا فلان ما رأيكم في الحالة الفلانية من الشعائر الحسينية، تارة يقول لك لا نجيب عن هذا السؤال. ليش لا يجيب؟ هذا كنت تفتهم يعني هو ضدها، بس ربما سيتحاشى تهريج العامة وقدح العامة، أو يقول لك إذا استلزم توهين المذهب وكذا هاي رسالة إليك، يعني هاي تسبب هذا، وإلا إذا هذا الشيء ما بيه هذا ليش يذكره بالجواب؟ إنما هاي طريقة الفقهاء على كل لأشياء هم يفكرون بها. وأقول أخو فقهاء رساليين عاملين لا تأخذهم في الله لومة لائم يصرحون، هذا عامي ما يصير اترك الهياني إذا وإذا طيني إياها عدلة خل أسمعها. أنا إيش مدري أنا مو فقيه حتى أفتهم اللي مثلا ده تقولوا. فإذا هاي الأخبار المكذوبة وهذه الطقوس المبتدعة التي تدخل في المذهب سواء على صعيد الشعائر الحسينية أو غيرها، هذا طبعا من عوامل خذلان المذهب وتوهينه وابتعاد الناس عنها.